من كومبارس لعمدة السينما المصرية، أبنائه اتوفوا قبل منه، وتعرض لمحاولة اغتيال مع فنان المسرح والسينما صلاح منصور، ورحلته الفنية من البداية للنهاية. وقبل ما نبتدي حبايبي، شرفني انضمامكم للقناة ونكمل حبايبي. ولد صلاح منصور في 17 مارس عام 1923 بشبين القناطر في محافظة القليوبية. وكانت البداية الحقيقية لصلاح منصور في الفن من خلال المسرح المدرسي الذي كان أحد مؤسسيه مع الفنان زكي طليمات، وقدم من خلاله مسرحيات عديدة، كما عمل أيضا صحفيا بمجلة روزا اليوسف، وكان عمره لا يتعدى 17 عام. وكان أول حوار أجراه مع الفنانة الراحلة أسمهان. ولم يكتفي صلاح منصور بموهبته، فعمل على صقلها بالدراسة المتخصصة، والتحق بمعهد الفنون المسرحية، وكان أحد خريج الدفعة الأولى من المعهد بجانب فريد شوقي وشكري سرحان وحمدي غيث وعبد الرحيم الزرقاني. وكون صلاح منصور عقب تخرجه مع زملاء الدفعة فرقة المسرح الحر، اللي كان أول مسرح خاص بيقدم أعمال جادة، وقدم العديد من الأعمال المسرحية زي زواء المدق وبين القصرين، وقدم لنعمان عاشور المغناطيس والناس اللي تحت. ومن الأعمال المتميزة الأخرى شيء في صدري لحمدي غيث، والزلزال لجلال الشرقاوي، ويطالع الشجرة لسعد أردش. ومن الأعمال اللي أثبت فيها موهبته المتفردة، حتى إن قال عليه الأستاذ زكي طليمات إن صلاح منصور ضمير المسرح وصحوته. وعلى الرغم من تقديمه أعظم المسرحيات، إلا إنه منسيش المسرح المدرسي اللي كان أحد رواده، فعمل حتى وفاته مستشارا لوزارة التربية والتعليم للتربية المسرحية. وكان يؤمن إن حجر الزاوية في النهوض بالمسرح لا تأتي إلا من المدرسة وتعليم الصغار فن التمثيل. لهذا ظل طوال عمره يطالب بأن يكون للتربية المسرحية دور أكبر في الوزارة. ولم تقتصر موهبة صلاح منصور على المسرح فقط، إذ كان للإذاعة نصيب كبير من إبداع هذا الفنان، فكان أحد نجومها البارزين ومن أدواره التي لا تنسى طنبوش العكر في مسلسل عوف الأصيل، ومحمد الخياط في مسلسل اسم، والأمير زياد في ربعة شهيدة الحب الإلهي. وحقق صلاح منصور في هذه الأدوار نجاح جماهيري كبير، حتى أنه حصل لأكثر من مرة على جائزة أحسن ممثل إذاعي في المسابقة التي كانت تجريها إذاعة صوت العرب. وكانت البداية للراحل صلاح منصور وهو لا يزال طالبا في معهد السينما، حيث شارك في فيلم زهرة مع بهيجة حافظ. وبعد التخرج عاود الظهور في بعض الأدوار الصغيرة زي كومبارس في فيلم المليونير مع إسماعيل ياسين، حيث ظهر في استعراض المجانين مع إسماعيل ياسين، كما أدى دور صاحب التياترو في فيلم في الهوى سوا، ودور الشرير أمام ليلى مراد في فيلم شاطئ الغرام. وعلى الرغم من أن دوره في تلك الأفلام لم يتجاوز دقائق، إلا أنه أثبت فيها موهبته الفنية، مما رشحه بعد ذلك لأن يلعب الأدوار الثانية في العديد من الأعمال. وقد شهدت مرحلة الستينات تقديمه لأهم أدواره السينمائية اللي أثبت فيها موهبته. بين أهم تلك الأدوار دوره في فيلم لن أعترف أمام فاتن حمامة وأحمد مظهر إخراج كمال الشيخ، اللي قدم معاه أيضا فيلم الشيطان الصغير أمام حسن يوسف وكمال الشناوي. وحصل في هذان الفيلمان على جائزة التمثيل نتيجة التميز في أداء أدوار الشر. وقدم دور الأحدب في فيلم مع الذكريات للمخرج سعد عرفة، ويتميز بشدة في الدور ده، حتى أن الممثل البريطاني الشهير تشارلز بوتين صفق له عندما عرض هذا الفيلم في لندن عام 1967.
وصافح صلاح منصور مهنئا وقال له لو إن الممثل الموهوب موجود عالميا لكنت سلمت له الشعلة من بعدي. ومن أدواره المتميزة أيضا دوره في فيلم البوسطجي والمستحيل للمخرج حسين كمال، ودور المجذوب في فيلم قنديل أم هاشم، ودور الزوج الفظ في فيلم حكاية بنت اسمها مرمر، والمدير الانتهازي في فيلم شيء في صدري وغيرها. وإذا كان الفنان صلاح منصور عمل مع العديد من المخرجين اللي استطاعوا ان هم يبرزوا موهبته وقدراته الفنية، إلا ان المخرج الكبير صلاح أبو سيف استطاع أن يقدم صلاح منصور في أفضل صورة من خلال العديد من الأفلام. وكانت بداية التعاون معاه في فيلم بداية ونهاية عام 1960 اللي قدم فيها دور سليمان البقال اللي بيخدع نفيسة العانس اللي جسدتها ببراعة سناء جميل، ليكون التعاون مرة تانية من خلال فيلم الزوجة التانية اللي قدم فيه دور العمدة المزواج اللي بيطمع في زوجة الفلاح البسيط. واستمر التعاون بين صلاح منصور وصلاح أبو سيف من خلال فيلم القضية 68، وقدم دور الرجل الطيب الذي يرى أن حل المشكلات يجب أن يكون بالمصالحة. وفي فيلم ثورة اليمن مع ماجدة وعماد حمدي وحسن يوسف إخراج عاطف سالم، تناول الفيلم كفاح شعب اليمن وثورته على نظام الحكم الإمامي، وجسد صلاح منصور دور الإمام أحمد الطاغية الوحشي بطريقة بارعة. ومن المواقف الطريفة اللي حدثت أثناء التصوير إن صلاح منصور كان بيصور أحد المشاهد بملابس الإمام في شوارع بمدينة تعز اليمنية، مما دفع بالبسطاء نحوه يريدون قتله وهم يهتفون الإمام عاد من جديد اقتلوه اقتلوه، ولم ينقذه من بين أيديهم سوى رجال الأمن المرافقين له أثناء التصوير. وقد سئل صلاح منصور في حوار قديم عن سر قبوله هذه الشخصية الوحشية، فقال كراهيتي للشخصية دفعني أني أجسدها، وكان لابد أن احنا نتعرف على مأساة اليمن في ظل حكم الأئمة وإشراقة الثورة اللي أطاحت بهذا النظام. فمن خلال وجودي في اليمن أثناء التحضير وتصوير الفيلم عرفت عن قرب ببشاعة الحياة اللي فرضتها فترة حكم الأئمة مئات السنين. وعاش الفنان صلاح منصور قصة ألم حقيقية بسبب مرض ابنه الأصغر هشام اللي أصيب بضمور في أعضائه، وكان بيطير معاه كل عام لعلاج الصمم والتخلف. وبعد 10 سنوات في رحلة المرض اتوفى الابن بعد إجراء عملية جراحية في لندن. فأصيب صلاح منصور بصدمة عصبية جراء فقده لابنه، وبدأت تداهمه الأمراض، فعانى من سرطان في الرئة وتليف في الكبد. ومع ذلك لم يعرف أحد من الفنانين أو الجمهور بحقيقة مرضه، وقدم عدة أعمال خلال تلك الفترة اللي استمرت 3 سنوات وهو بيحاول أن يتغلب على مرضه وأحزانه بالتمثيل. وجدير بالذكر أن ابنه الثاني استشهد في حرب أكتوبر، حيث أنه عندما علم بذلك الخبر وزع الشربات ورفض مكافأة نجله ومعاشه، حيث تبرع بكل ذلك للجيش المصري. واستمر صلاح منصور في تقديم أعمال فنية متنوعة سواء مسرحية أو سينمائية أو تلفزيونية، وكان بيستعد لبطولة مسرحية بكالوريوس في حكم الشعوب أمام نور الشريف، وبالفعل أجرى بروفات لمدة 2 شهر، ثم شعر أن صحته في النازل ومش قادر يعني يدي الدور حقه من الإجادة والإتقان،
كما اعتاد طول عمره، فاعتذر عن تقديم الدور، وكانت تلك المرة الأولى اللي بيعتذر فيها عن أداء دور بعد الموافقة عليه. وتم ترشيح الفنان الشاب وقتها كان الفنان يحيى الفخراني لأداء دوره. وفي 19 يناير عام 1979 رحل صلاح منصور عن عمر يناهز 56 عام، ولأنه لم يترك لأسرته الصغيرة سوى المجد الفني، فقد تقدمت أرملة الفنان الراحل بطلب للرئيس السادات لصرف معاش استثنائي لمعاونتها على مواجهة أعباء الحياة، ووافق السادات على طلبها تقديرا لما قدمه صلاح منصور للفن. أما عن الجوائز والتكريمات، نال صلاح منصور العديد من الجوائز والتكريمات منذ بداياته، ففاز بجائزة السينما عن دوره في فيلم لن أعترف، وفي عام 1964 حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، ثم جائزة الدولة التقديرية عام 1978 في الاحتفال بعيد العلم. ربنا يرحمه، فنان قدير وموهبة جبارة ما يختلفش عليها اتنين. وأشكركم حبايبي على حسن المتابعة. مع السلامة.